عايز تكون مدير مشاريع، اول حاجه بتتقالك روح خد البي ام بي سيرتيفيكت. اجابه كويسه جدا، ولكن يا اما اكون مدير مشروع بيدير مشاريع، يا اما عايز اكون مدير مشاريع. وفي الاخر المشكله واحده عند الاتنين. ايوه اتعلمنا كلام كويس جدا، ولكن تطبيقه بيجي ازاي؟ من هنا فكرنا في نافي جراث ان احنا يكون البروجكت مانجمنت ورك شوبس بتاعتنا بتحل المشكله دي. ازاي نطلع بروجكت مانجرز، ازاي نتعلم بروجكت مانجمنت، مش ازاي ندرس اللي موجود في كتب البروجكت مانجمنت. يعني بعد ما بنظبط الانفراستراكشر بتاعتنا، بنظبط كل المفاهيم، بنظبط كل العناوين الرئيسيه بتاعتنا، بنبدا نكون تيمز من الورك شوبس، وكل تيم بيختار فكره مشروع ويبدا يتحرك خطوه خطوه مع المشروع دون. في نهايه الورك شوب بتاعتنا هتكون حضرتك مع التيم بتاعك، هتكوني حضرتك مع التيم بتاعك مطالبين ان انتوا تقدموا جراديويشن بروجكت خرج من كل الاكسرسايز اللي احنا بنعدي عليها، وبمنتورشيب وكوتشنج من الترينر اللي واقف علشان يدرس الورك شوب دي لحضراتكم. الورك شوب بتاعتنا هي مزيج ما بين 3 مين ريفرنسز. هنتعلم البروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج البيم بوك 6th اديشن، هنتعلم ال 7th اديشن، وهنتعلم اجايل براكتس. وهو ده اللي هيساعدني مش بس ان انا انجح في مشاريعي، ازاي اعدي انترفيوز، ازاي اعدي البي ام بي اكزام، وازاي كمان اقدر انجح كل المشاريع بتاعتي.